السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 4؟ معاكم مصدقة. إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة أسئلة lesson 4 في concept 3.2. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. Air pollution is usually caused due to space of fuel. طبعا هو ال air pollution تلوث الهواء بيحصل بسبب إن احنا بنعمل burning للفيول. Number 2. To decrease يعني عشان أقلل the pollution in a city to its lowest limit. أنا عايزة أقلل ال pollution بقدر الإمكان. We have to build a factory that uses oil inside the city. اولا انا عايزه اقلل البوليوشن، فما ينفعش اصلا استخدم او ازود استخدامي للفossil fuel، بالعكس انا المفروض اقلله. فانا عندي هنا في letter A هو بيقول لي oil، والاويل ده fossil fuel. غير كمان انه بيقول لي inside the city، يعني انا هبني الفاكتوري ده جوه المدينه، فطبعا انا كده مش بقلل، بالعكس انا كده بزود التلوث، فما تنفعش. طيب letter B that uses coal inside the city، نفس letter A بالظبط، هستخدم fossil fuel و inside the city كمان، فما تنفعش. طيب that uses fossil fuel inside the city، دي هي letter A و letter B، فبرضه ما تنفعش. لكن that uses natural gas، هو natural gas fossil fuel بس هنا قايل لي ايه outside the city، فانا هختار كده مين letter C، عشان انا كده هو قايل ان انا ابنيه بره المدينة، فهنختار letter C. Number 3. Smoke causes irritation of space of humans. السموج اللي هو الدخان بيسبب irritation. كلمة irritation هنا معناها التهاب، بتسبب في التهاب الرئة والعينين، يبقى eyes and lungs. Number 4. Smoke contains tiny particles that، السموك فيه particles صغيرة، جزيئات صغيرة جدا جدا. بتعمل ايه بقى التايني particles دي؟ damage the human respiratory system، بتدمر وبتأذي ال respiratory system بتاعنا، الجهاز التنفسي بتاعنا. Number 5. Acid rain is formed when space combines with rain water. الاسيد رين اصلا والجلوبال وورمنج الاتنين دول بيحصلوا بسبب الكربون دايوكسيد جاز اللي بيجي من مين لما بعمل بيرنينج للفوسيل فيول. فهنا يبقى الاسيد رين is formed when carbon dioxide gas combines with water in air. Number 6. All the following are harmful effects of acid rain except، كل الاختيارات اللي قدامي دي harmful effect للاسيد رين، يعني ليها تأثيرات ضارة من الاسيد رين او حاجات بتسببها الاسيد رين، ما عدا مين؟ الاسيد رين بتسبب death of trees. طيب بتغير change in the chemical nature of lakes و change in the chemical nature of soil. أيوة، هي بتغير لي الطبيعة الكيميائية بتاعة التربة والبحيرات، يعني بتعمل pollution أو بتتسبب في ال water pollution وال soil pollution. لكن الأسيد رين مش هي السبب في الجلوبال وورمنج، بالعكس الأسيد رين والجلوبال وورمنج الاتنين المتسبب فيهم الكربون دايوكسيد جاز. نيجي للي بعده. We must space fossil fuel at first to obtain energy. أنا علشان آخد الانرجي اللي أنا محتاجاها من الفossil fuel لازم أعمل له إيه؟ أعمل له burn. Number 7 أو number 8. Fossil fuels need space to be formed under the earth's surface. الفossil fuel عشان يتكون تحت الأرض أو في باطن الأرض بياخد طبعا millions of years، لأن احنا عارفين إن هو non renewable resource بياخد millions of years على ما بيتكون. Number 9. To conserve fossil fuels we have to do all the following actions except، هو بيقول لي to conserve يعني عشان أحافظ عليه أو أوفره بمعنى أصح. أنا المفروض أعمل كل الحاجات اللي عندنا اللي قدامنا دي، ما عدا مين بقى؟ لو أنا جيت أشوف letter B replacing gasoline with solar energy، أنا لو أنا بدل ما استخدم الجازولين استخدمت solar energy، يبقى أنا كده وفرت في الفossil fuel، لأن الجازولين fossil fuel لكن السولار energy دي renewable energy resource، فدي صح. أنا كده لما أعمل ده هوفر في الفوسيل فيول. طيب replacing coal with wind energy، نفسها برضو الكول fossil fuel والwind energy دي renewable، فأنا لما أبدل بدل ما استخدم الكول استخدم الwind، يبقى أنا كده وفرت برضو في الفوسيل فيول. طيب replacing gasoline with natural gas، أنا كده ما استفدتش حاجة، لأن الجازولين fossil fuel والناتشورال gas fossil fuel برضو، يبقى أنا هختار مين؟ letter A. لو جينا نبص على letter B هنلاقي إن أنا بدل ما استخدم natural gas هستخدم solar energy، فأنا كده برضو وفرت، يبقى إحنا هنختار مين؟ letter A، لأنه بيقول لي accept. Number 10. Burning fossil fuel produces gases that، أنا لما بحرق الفossil fuel بيديني gases. الجازز دي بتعمل إيه بقى؟ help human to respire، يعني بتساعد البني آدم أو البشر إن هو يتنفس، بتساعدنا على التنفس، أكيد لأ، ففولس. طيب help animals survive، بالعكس false، هتساعد الحيوانات على انها تعمل survive ازاي؟ ده بالعكس دي بتضرهم. benefit the environment، يعني انا لما احرق الفossil fuel كده انا بفيد البيئة، اكيد لا.
أمال pollute the air بتلوث الهواء. Number 11. All the following energy resources cause increasing the temperature of the earth except. كل دول بتسبب ان درجة حرارة الارض ترتفع ما عدا مين؟ اللي بتسبب ان التمبريتشر يحصل لها increase او تزيد ده الفوسيل فيولز كلها، كل انواع الفوسيل فيولز. فانا او مش كل انواع الفوسيل فيول لوحدها كمان، والباي فيولز يعني هي الفيول بشكل عام. يبقى احنا هنا هنختار مين؟ انا عندي الكول ده من الفوسيل فيول، والاويل فوسيل فيول، والوود بايو فيول، يعني الثلاثه دول فيول. لكن السولار انرجي دي من الرينيوبل انرجي ريسورسز، فانا هختارها لان ديت ما بتسببش اي اضرار ولا بتسبب في global warming ولا acid rain. Number 12. All the following sentences are related to the global warming except. كل دول بقى بيعبروا لي عن الجلوبال warming ما عدا واحده بس. Changing the earth climate. طبعا دي بتعبر عن الجلوبال warming لان الجلوبال warming بيتسبب في increasing the earth's temperature. طيب trapping heat انها بتحبس الحرارة، ده اساسا موجود في الديفينيشن بتاع الجلوبال وورمنج. فده الجلوبال وورمنج بيسبب ان الحرارة بتتحبس، وده اللي بيخلي الارث temperature يحصل لها ايه increasing. طيب increasing the earth temperature احنا لسه قايلينها ده تبع الجلوبال وورمنج، لكن هل بقى الجلوبال وورمنج بيتسبب في decreasing the earth temperature؟ اكيد لا، يبقى false. يبقى هنختار letter C. يلا بينا على الماتشنج. acid rain، هختار ايه للاسيد رين؟ It's formed when carbon dioxide gas combines with water in the air، لأنه بيتكون بسبب إن الكربون دايوكسيد جاز بيتحد مع الووتر الموجودة في الهواء، فبيكون لي الأسيد رين. طيب number 2. carbon dioxide gas. It's a gas that causes trapping heat on earth when it increases in air، لأن هو اللي بيتسبب في مين؟ في الجلوبال warming، يبقى نختار letter C. طيب الووتر بقى it's a liquid that is considered as renewable resource of energy، يبقى نختار لها letter A. True or false? Smoke doesn't cause any damage in the human respiratory system. Doesn't أكيد لأ، ده بيسبب irritation للhuman eyes and lungs وبيسبب damage للrespiratory system، ف false. Number 2. acid rain causes soil and water pollution. أكيد لأنها بتسبب في change in the chemical nature of lakes and soil. Number 3. global warming can dissolve some rocks. اللي بتقدر تعمل dissolve للrocks مش الجلوبال warming، أمال مين؟ الأسيد رين، فتبقى هنا false. The heat trapped on earth causes global warming. طبعا ده أصلا في الديفينيشن بتاع الجلوبال warming إن الحرارة بتتحبس على الأرض أو في سطح أو في سطح الأرض، فبتسبب إن الأرث temperature يحصل لها إيه increase، فهنا true. Number 5. acid rain helps trees to survive. To survive بالعكس دي بتسبب death of trees مش survive خالص، يبقى false. To reduce pollution and to conserve non-renewable resources of energy we must decrease their use. To reduce pollution يعني عشان أقلل pollution and conserve non-renewable resources وأحافظ أو أوفر non-renewable resources of energy. We must decrease their use أقلل استخدامي ليها، طبعا true. Number 7. When burning fossil fuels increases، لو أنا زودت تحت حرق الوقود الحفري أو الفossil fuels the temperature on earth decreases. لا بالعكس دي increases، لأن أنا كل ما أزود ال burning of fossil fuels أنا كده بزود الكربون دايوكسيد gas، فتبقى false. As a result of global warming the temperature on the earth increase. طبعا true، لأن هو أصلا الجلوبال warming هو المتسبب إن درجة حرارة الأرض لما بترتفع ده بسبب مين؟ الجلوبال warming. Number 9. To conserve fossil fuels we have to replace them with renewable resources of energy. عشان أوفر أو أحافظ على الفossil fuel إحنا لازم بدل ما نستخدمه نستبدله بمين؟ بالrenewable resources of energy. True. Global warming is one of the bad effects of using fossil fuels to produce energy. Bad effect طبعا صح، لأنه هو أساسا بسبب إن أنا بستخدم الفossil fuel الفossil fuel لما بعمله burning produce مين؟ carbon dioxide gas، والcarbon dioxide gas بيعمل إيه؟ بيتسبب في الأسيد رين والglobal warming، ف true. Producing energy from renewable resources costs a lot of money. Producing energy from renewable resources إن أنا أستخدم renewable resources عشان آخد الانرجي اللي محتاجاها ده بيكلف money أكتر، أكيد ف true. Correct the underlined words. والسؤال ده على فكرة مهم جدا فركزوا عليه. Number 1. The amount of renewable resources of energy are limited on earth. Limited يبقى مين؟ مش renewable، أمال مين؟ non-renewable.
Number two, the amount of biofuels cannot be replaced as quickly as it's used. cannot be replaced يبقى دي مين؟ الفossil fuels. Number three, gases released from burning fossil fuels always clear the air ولا pollute the air؟ بتلوث الهواء. pollute. Number four, wood is considered a non-renewable resource of energy. الwood اللي أنا بجيبه من التري اللي هو أصلا biofuel مش non-renewable. أمال مين؟ renewable. Number five, non-renewable resources of energy will not run out as they are used. مين اللي مش هتخلص دي؟ non-renewable ولا renewable؟ برافو عليكم renewable. Number six, wood is a fossil fuel that is used in warming houses. الwood fossil fuel ولا biofuel؟ biofuel. Number seven, gases released from fossil fuels on burning decrease the temperature ولا increase the temperature on earth؟ طبعا increase بتزود أو بترفع درجة الحرارة. increase. Number eight, renewable energy resources are natural materials that are consumed as faster rate than they can be renewed. يعني اللي أنا بستخدمها بمعدل أسرع من إمكانية تجددها. دي مين؟ non-renewable. non-renewable. نيجي ل write the scientific term. Number one, it's a phenomena in which the Earth's temperature increases when carbon dioxide gas increases. دي مين دي؟ درجة الحرارة هترتفع يبقى مين؟ global warming. Number two, it's a system in human body that is damaged due to breathing a big amount of smoke. System في human body يبقى مين؟ بدون تفكير respiratory system. It's a type of rain. من غير ما نكمل type of rain انتوا ما خدتوش غير هو type of rain واحد بس اللي هي الأسيد rain اللي بتتكون بسبب ان الكربون دايوكسيد gas combine with water in the air. يبقى مين؟ acid rain. The type of fuels which take millions of years to be formed. Type of fuel نوع من أنواع الوقود وبياخد millions of years على ما بيتكون. يبقى مين ده؟ fossil fuels. Number five, the increase of the temperature. لسه مجاوبينها بس هي هنا بصيغة مختلفة. يعني هو مش شرط تجيلك بنفس الصيغة اللي انت حافظها في الكتاب، هي ممكن تيجي بصيغة مختلفة زي هنا دي كده. Number five, the increase of the temperature. ارتفاع في درجة الحرارة أو زيادة في درجة حرارة الأرض as a result of burning fossil fuels. أول ما أشوف increase of temperature on earth دماغي تروح لمين على طول؟ global warming. نيجي للcomplete. When pesticides mix with water in canals, this causes the pollution of. كلمة pesticides اللي هي المبيدات الحشرية دي لو راحت للقنوات بتاعة الري أو القنوات اللي بتمشي فيها المية اللي بنستخدمها في الري دي هتسبب في pollution of water غير إن هي هتسبب pollution of مين؟ soil والتربة كمان هتتلوث. Factories may cause pollution of space due to the chemicals they use. طبعا الفاكتوريز بتسبب pollution للair وللووتر وكمان للسويل، يعني بتلوث كل حاجة تقريبا. smog leads to space pollution. السموج طبعا السموج بيروح لفين أصلا؟ للهواء، يبقى هيسبب في مين؟ air pollution that causes irritation of. irritation يعني التهاب، لسه قايلينها في الأسئلة اللي فاتت، بيسبب التهاب في مين؟ humans eyes and lungs، يبقى irritation of eyes and lungs. Number four, tiny particles found in. التايني particles بتبقى موجودة في مين؟ في السموج الدخان. دي بتتسبب lead to air pollution، بتسبب في تلوث الهواء that causes damage of tissues of the human. لسه مجاوبينها مين بقى؟ respiratory system. Number five, burning coal and oil produces. طبعا أنا لما أحرق الكول والأويل هيديني مين؟ carbon dioxide gas. هو كاتب gas which combines with مين in air with water، بتتحد مع المية اللي موجودة في الهواء
forming mean acid rain. Increasing the burning of fossil fuel produces more. لسه قايلينها. burning of fossil fuel بتديني carbon dioxide gas that causes space pollution. بيتسبب في pollution of ايه؟ هو بيقول لي هنا increasing the burning of fossil fuel produces more carbon dioxide gas that causes في مين بقى air pollution. نيجي للي بعده. acid rain leads to change in the chemical nature of lakes. ركزوا هنا بيقول لي chemical nature of lakes البحيرات causing death of مين؟ fish. مين اللي عايش في المية؟ الأسماك. burning coal and oil produces لسه قايلينها مرتين هيديني مين؟ جاز مين؟ carbon dioxide gas which forms a layer in the atmosphere causing rise in the earth temperature in a phenomena known as earth temperature هتزيد اهي. يبقى دي اللي هي اسمها ايه؟ global warming. Number 9, the change in the chemical nature of space due to space rain may lead to death of trees. Trees يبقى ما ينفعش اقول change in the chemical nature of soil lakes لانه هو هنا بيقول لي trees. طالما قال trees الاشجار بتنمو في مين؟ في السويل. يبقى change in the chemical nature of soil due to ايه بقى؟ due to acid rain هي اللي تسبب في death of trees. To conserve fossil fuels, we can replace them with renewable resources of energy such as water. ممكن في مين تاني renewable resources زي غير الووتر زي الwind وزي السولار energy. Number 11. Global warming causes the rise of on Earth and it changes its aim. طبعا الجلوبال warming بيرفع مين درجة الحرارة يبقى temperature. طيب and it changes its ايه بقى لما درجة حرارة الأرض ترتفع ايه اللي هيتغير؟ الكلايمت اللي هو المناخ. When fossil fuel is burned it releases طبعا releases ايه اللي قلناها كذا مرة carbon dioxide gas that cause air pollution and trap مين كلمة trap يحبس هيحبس مين الحرارة يبقى heat in atmosphere عشان بيسبب global warming. If people don't conserve using of space fuels they will run out on earth. لو أنا ما حافظتش أو وفرت مين أنهي نوع من أنواع الفيول هي هتخلص الفوسيل fossil fuels. Using the space resources of energy costs more money than using fossil fuel. Costs more money اللي بتكلف فلوس أكتر ال renewable energy resources. يبقى هنا هنكتب مين؟ using the renewable resources. To avoid air pollution عشان أتجنب ال air pollution we must use عشان أتجنب ال air pollution يبقى أنا المفروض أستخدم ال renewable ولا ال non renewable؟ ال renewable. Such as مين بقى؟ عندنا ال water وعندنا الwind والsolar energy هو كاتبها. يلا بينا على أسئلة reason 4. Number 1. Smog of cars is very dangerous to human health. ليه؟ لأن السموج ده بيطلع للهواء وإحنا بنتنفس الأكسجين اللي موجود في الهواء ده فهيدخل لللنجز بتاعتي يبقى هيسبب irritation لللنجز غير إن أنا عيني كمان متعرضة ليه فكمان هيسبب irritation للeyes يبقى because the smog of cars causes irritation of humans' eyes and lungs. Number 2. Farmers must decrease the use of pesticides. ليه الفلاحين المفروض يقللوا استخدام البيستيسايدز أو المبيدات الحشرية؟ لأنها بتتسبب في pollution للسويل وللووتر بتلوث المية والتربة يبقى because pesticides cause the pollution of soil and water. Number 3. Increase the burning of fossil fuel causes acid rain. يعني أنا لما أزود احتراق الفossil fuel ده بيزود لي من الأسيد رين أو بيتسبب في الأسيد رين ده ليه بقى بسبب إيه؟ لأن أنا لما بحرق الفossil fuel بيديني carbon dioxide gas والcarbon dioxide gas ده combined with water in the air causing mean acid rain يبقى because burning fossil fuel produces carbon dioxide gas which combines with water in air forming مين بقى هيكون لي مين الأسيد رين. Number 4. Global warming occurs due to the increase of burning coal and oil. ليه الجلوبال وورمنج بيحصل؟ بسبب ان انا بزود من حرق الفحم والبترول او من الفحم والزيت عامة
ده بيحصل بسبب ايه؟ ان انا لما بعمل لهم burning بيدوني كربون دايوكسيد جاز برضو، والكربون دايوكسيد جاز دوت بيتسبب ان الهيت بتتحبس على الارض، فالارض temperature بتزيد. يبقى هنا because burning coal and oil produces carbon dioxide gas، بيعمل ايه بقى؟ which forming a layer in atmosphere، بيكون لي طبقة في الاتموسفير في الغلاف الجوي. تعمل ايه اللاير دي؟ that traps heat on earth causing rise in earth temperature. acid rain has a bad effect on buildings in cities. ليه؟ لأن الأسيد رين بتعمل إيه؟ بتعمل dissolving للروكس اللي بتكون لي أو اللي بنبني منها المباني. فيبقى because acid rain causes dissolving some rocks. من ضمن الروكس دي ممكن يكون مين؟ الروكس اللي using for building اللي أنا بستخدمها في البناء. fossil fuels cannot be replaced as quickly as they are used. ليه بقى؟ لأن هي المفروض إن هي non-renewable resources، يعني غير متجددة. ليه بقى؟ لأنها بتاخد millions of years على ما تتكون. يبقى because fossil fuels are formed over millions of years. Number 7. To keep the air clean، عشان أحافظ على الهواء نظيف we must replace fossil fuels with renewable resources of energy. بدل ما أنا بستخدم الفossil fuel أنا عايز أستخدم بقى مين؟ renewable resources. ليه بقى؟ لأن الفossil fuels أنا لما بعمل لها burn بتديني carbon dioxide gas أو جاز عامة اللي بتتسبب في pollution. يبقى because when fossil fuels are burned they release gases that cause air pollution. Number 8. Increasing the amount of carbon dioxide gas in the air could harm the environment. carbon dioxide gas لو زاد بيضر البيئة مش بيفيدها. ليه بقى؟ لأنه بيسبب في حاجتين because it causes global warming and acid rain. يلا بينا على what happened. Number 1. If pesticides mix with water of canals and rivers، إيه اللي هيحصل؟ هتتسبب في water soil pollution. يبقى it causes the pollution of water and soil. Number 2. What happens if factories decrease their use of chemicals؟ قللت decrease يعني هتقلل من استخدام الكيميكالز. إيه اللي هيحصل؟ pollution هو كمان هيقل. يبقى the pollution of air, water and soil will decrease. طيب number 3. What happens if acid rain falls on buildings for a long period of time؟ لو الأسيد rain فضل يتساقط على المباني لفترة طويلة هيعمل dissolving للrocks. يبقى it causes dissolving of rocks used for building. طيب number 4. If people decrease burning fossil fuels، لو الناس قللت من احتراق الوقود الحفري أو من الفossil fuel، إيه اللي هيحصل؟ الأماونت بتاعت الكربون دايوكسيد جاز هي كمان هتقل. يبقى the amount of carbon dioxide gas in air will decrease. Number 5. What happened to the amount of fossil fuels if people don't conserve their usage؟ ايه اللي هيحصل لكميتها؟ هيجي وقت وتخلص. انا ما حافظتش عليها وهي اصلا limited amount on earth، فهيجي وقت وتخلص. يبقى fossil fuel will run out on the earth، هيخلص. Number 6. What happened to the earth's temperature if we use renewable resources of energy instead of fossil fuels؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ هل درجة الحرارة هترتفع؟ لا. يبقى the earth's temperature will not increase. نيجي للدefinitions. What is meant by acid rain؟ طبعا الأسيد rain أول حاجة هقولها إنها type of rain، يبقى it's a type of rain. مالها بقى؟ بتتكون إزاي؟ That is formed when carbon dioxide gas combines with water in the air، بتتكون من اتحاد الكربون دايوكسيد مع الووتر الموجودة في الهواء. طيب global warming it's a phenomena، ظاهرة بتحصل إمتى؟ أو إيه اللي بيحصل فيها أصلا؟ in which the earth temperature increases، درجة حرارة الأرض ترتفع when carbon dioxide gas increases in the air، لما الكربون دايوكسيد gas بيرتفع نسبته في الجو. نيجي ل question number 10. Look at the following graph then describes the percentage of smog in 4 different cities during 1 month. يعني هو مديني 4 مدن وبيوضح لي نسبة السموج في ال4 مدن دول على مدار شهر. Then choose the correct answer. Number 1. People in city number كام have the highest percentage of eyes disease، اللي عندها أكبر نسبة من أمراض العينين أو الإيريتيشن للآيز مثلا، اللي بيبقى فيها البوليوشن أعلى حاجة. لأنه هو بيقول لي highest percentage، فهنختار مين؟ أعلى pollution. لو انتوا بصيتوا أعلى pollution اللي هو نسبته كام؟ 40% كانت في city number 3، هنختار number 3. طيب city number كام has the least percentage of air pollution؟ أقل تلوث، أقل تلوث في الهواء اللي هو فيه نسبة أقل من السموج. مين أقلهم؟ أقلهم 10% اللي هي مين؟ city number 2. نيجي للي بعده.
City number 10 is the most one that needs to change the type of energy resource to decrease the air pollution in it. أكتر مدينة محتاجة إن هي تغير نوع أنواع الطاقة مصادر الطاقة اللي بتستخدمها علشان تقلل، هو بيقول لي to decrease the air pollution، هي أكتر واحدة عندها pollution وأكتر واحدة عندها السموج، اللي هي مين؟ city number 3. Number 4, people suffer from respiratory system disease in city number كام are less than those in city number 1. less يعني أقل، يعني أمراض الجهاز التنفسي فيها أقل من city number 1. city number 1 كانت 20، اللي أقل من ال 20 مين؟ city number 2. نيجي للسؤال اللي بعد كده. The different forms of fossil fuels are considered as resources of energy on Earth that have some disadvantages. Choose the correct answer. If we don't conserve using fossil fuels, their amount will، أنا ما حافظتش عليها، يبقى الأماونت بتاعتها إيه؟ run out on the earth، هتخلص. طيب to conserve fossil fuels we must do all of the following actions except، يعني أنا عايزة أحافظ عليها هعمل كل دول ما عدا مين؟ لو أنا using energy saving light bulbs، أنا أستخدم اللمبات الموفرة للطاقة، كده أنا بوفر معانا. using fossil fuels more than solar energy، أنا لما أستخدم، أنا عايزة أوفر في الفossil fuel، أقوم أستخدمها أكتر ما أستخدم السولار energy، غلط طبعا، يبقى هنختار دي. لو أنا كملت using bikes more than cars، أنا لما أستخدم العجل بدل العربية، أنا كده وفرت في الجازولين، يعني أنا كده وفرت في الفossil fuel. using renewable resources of energy more than fossil fuels، أنا لما أستخدم renewable resources أنا كده قللت من الفossil fuel، يبقى دي كمان معانا، يبقى هنختار letter B. Fossil fuels are characterized by all the following except، من خصائص الفossil fuel كل ده ما عدا واحدة بس. They have limited amount، طبعا limited amount لأن أصلا بتاخد millions of years على ما تتكون. They produce thermal energy on burning، بتديني thermal energy. طيب they are renewable resources of energy، الفossil fuel renewable؟ لا، يبقى هنختار letter C. All the following resources are considered the non-renewable resources of energy except، هو بيقول لي كل دول non-renewable ما عدا مين بقى؟ مين اللي مش non-renewable؟ مين اللي renewable؟ اللي charcoal، لأن اللي charcoal من الباي فيولز. وبكده نكون خلصنا أسئلة lesson 4. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وطبعا ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات أول بأول. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.